في ناس ربنا بيحبها جدا، فبدل ما يعجل لها بالخير يختبرها بالصبر ويشوف هل هتشتكي للخلق ولا هتدعي لرب العالمين. أنا أماني السعدني، وده بودكاست عادة وعبادة، مكان هادي بنحكي فيه عن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي ممكن تبان عادة لكنها لو اتعملت بنية صافية تبقى عبادة. الصبر مش إنك ما تتكلميش، الصبر الحقيقي إن قلبك يفضل ثابت وعقلك ما ينهارش ولسانك ما يقولش غير الحمد لله. ربنا قال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر مش ضعف، ده قوة إيمان، إنك تشوفي التعب وتختاري الرضا، تشوفي الباب المقفول وتقولي والله ما ضاقت إلا ما فرجت. عارفة الناس اللي بيبتسموا في عز وجعهم، اللي بيقولوا في قلب المحن خير إن شاء الله، اللي لما تسأليهم مالك يقولوا إيه؟ الحمد لله. الناس دي مش بتمثل، دول بيتعاملوا مع رب كبير شايف وسامع وعارف، وقلوبهم مليانة رضا بقضاء الله وقدره. مرة واحدة من المتابعات بعتت لي وقالت لي: يا أماني، أنا مش بشتكي لحد، بس أوقات بحس إن الكتمان بيكتم نفسي. قلت لها: مش لازم تحكي للناس، احكي لربنا، فضفضي لرب العالمين، قولي له يا رب أنا تعبت بس راضية بقضائك وقدرك، ولكني أسألك اللطف فيه. اللي يقول شكوته لله عمر ما يضيع، دي الشكوى لغير الله مذلة. الدعاء في السر ليه طعم تاني، ما فيهوش مجاملة ولا كلام متكلف ولا عيون بتراقبك ولا ألسنة تتكلم عليك. سرك بينك وبين رب علام الغيوب. ربنا قال إيه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وجميل الدعاء في الخفاء في جوف الليل. يا سلام، تخيلي ربنا العلي القدير يتنزل من السماوات ويقول: من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رب العالمين الكريم السميع المجيب، مين يرفض ندى زي ده؟ الصبر مش بس في المصايب الكبيرة، الصبر ممكن يكون في حاجات بسيطة جدا. لما تستني نتيجة تعبك وتتأخر بس تكملي، لما ولادك يعندوا معاكي فتختاري تهدي بدل ما تزعقي، لما تتظلمي وتقولي ربنا شاهد عليا. ده الصبر جميل. سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه وقرة عينه سيدنا يوسف عليه السلام ما اشتكاش لحد، وقال الجملة العظيمة اللي ربنا خلدها في القرآن: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ما كتمش في نفسه لكن اختار الصح. اشتكى للي بيشوف الدموع قبل ما تنزل، للي عالم بحزنه وتعبه من قبل ما يشكيه. الصبر في العلن مش إنك تبطلي إحساس، لأ، هو إنك تحطي وجعك في إيدين ربنا مش في كلام الناس. خلي صبرك عبادة وخلي دعاكي عادة، وكل مرة ربنا يأخر لك حاجة افتكري دايما إنه رب الخير لا يأتي إلا بالخير. الصبر مش نهاية الحكاية، دي بدايتها. كل حاجة بتتأخر لحكمة، وكل وجع وراه خير في علم الغيب. فاصبري بجميل وادعي بصدق وسيبي ربنا يختار لك الوقت الصح. إن مع العسر يسرا، واليسر دايما جاي بس على ميعاد ربنا مش ميعادنا. الصبر والدعاء هم اللي بيخلونا نقدر نكمل حياتنا، لكن اللي بيخلينا نكملها باطمئنان فعلا هو اليقين. اليقين إن كل حاجة هتيجي في وقتها، وإن الدعوة اللي قلتيها في السر لسه ماشية وفي طريقها ليكي، والفرج جاي بأمر رب العالمين. استنوني في الحلقة الجاية من عادة وعبادة، هنحكي عن اليقين اللي بيحيي القلوب.